ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اهلا بيكم في حلقة جديدة. دي قناتي البسيطة اي تي في. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. كده الفيديو بتاعنا روتين في اوضة ابني. احنا الصيف اللي فات كده قلت اعمل تغيير وعملت درجة اللون دي. للأسف الراجل اللي ضرب لي اللون طلعت مش حلوة. قعدت اظبطه الدنيا باظت خالص وعكيناها. فسيبتها فترة كده ان كنا خلاص وقتها تعبنا جدا. وبدأت ان احنا خلاص بقى هو كان اللون مضايق مالك جدا جدا جدا. وقال لي يا ماما مش عاجبني. وكان زعلان بجد. فحاولنا ان احنا نصلح اللي احنا عملناه غلط انا وباباه. وبقى اخترنا اللون المرة دي بقى هو اللون يختار الدرجة دي. قبل كده ما ندخل في تفاصيل الفيديو الكتيرة، من فضلك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. الشير من فضلكم اكون شاكرة جدا ليكم. وكمان ما تنسونيش في اللايك، اهم حاجة. صدقونا والله اللايك بيفرق معانا جدا جدا جدا. بدأنا هنا. جبنا الدهانات اللي طبعا المطلوبة. أنا استخدمت دهانات نص لمعة. نص لمعة أسهل بكتير جدا جدا وأفضل بصراحة في التنظيف. هنا كنت عاملة الريسبشن مع التجديدات في الصيف اللي فات نص لمعة. فرقت لي جدا قوي في التنظيف. هنا بدأت إن أنا عطيت بطانة بيضة. طبعا لازم أفصل إن اللون تقيل جدا علشان اللون الجديد اللي أنا أعمله يطلع الدرجة بتاعته مظبوطة جدا. الدرجة كنت مختاراها من على صفحة جوتن. ووديت كده الرقم بتاع الدهانات بتاع اللون ده وتدريبة اللون ده واخترتها. كمان السقف هنا كمان عملناه. بصراحة هو صعب قوي بس يعني كان لازم يتعمل عندي عشان انا اخر دور والمطرة وكده. فكان لازم ياخد وش النظافة. هنا وريتكم كده في نص الفيديو زعتور لازم يبقى مشارك معانا في كل حاجة. هنا عطينا اللون بتاع الحيطة. طبعا سبتها تنشف كويس جدا وبدأنا كده ان انا ارتب الأوضة. كانت بقى ايه يعني مدعكة ما بعدها مدعكة. تخيلوا بقى انت فاكة الأوضة على هدوم شتوي على هدوم صيفي والدنيا كانت يعني. قعدت كده حوالي 10 أيام. الفيديو ده اديله مثلا اسبوع 10 أيام معايا. كانت فعلا الأوضة ملهاش عدلة، مش عارفة أعدلها تاني. خلاص بقى ظبطت كل حاجة وطلعنا الشتوي دخلنا الصيفي. وبدأت هنا كده نبدأ الروتين بتاعنا. هنا كان بالليل بصراحة فحبيت بقى ان انا انضف الأوضة واظبطها بقى يعني خلاص بقى عشان يبدأ بقى يعني ايه ينام فيها. بيحب يلبس من فيها وهو رايح المدرسة. قلت كفايه بقى كده. يعني الدنيا اتلخبطت قوي. طبعا كل حاجه فيها زي الفل. دهانات معموله جديد، الستاير مغسوله ومكويه بس. وبرده الشباك كان مغسول وزي الفل. بدات كده ان احنا قلنا نعمل الروتين كده في السريع. طيب كانت ايه؟ كانت الاوضه برده عايزه شويه تظبيطات. يعني نظفنا السراير لمعناها. نبدا نعمل كده حاجات بسيطه قوي. هنا بدات ان انا ارفع الستاير بتاعتي. وخلاص بقى عشان هبدا انظف واكنس امسح اشوف الاوضه محتاجه ايه. هنا كان جبت طبعا الوايبس. وطلعت على الارفف دي. الارفف بصوا فكره الوايبس ان انا بحط عليها نقطتين من زيت عطري. او زيت شجرة الشاي بصراحة بتخليها زي الفل. نقطتين زيت جونسون ونقطتين برضو زيت عطري. بدأت هنا بالوايبس اللي عم عاملينه بالخلطة اللي انا بقولك عليها. نقطتين كده من زيت جونسون طبعا عشان الميزة في زيت جونسون ان هو مش بيلبك او بيدهن المكان. ونقطتين زيت عطري. حقيقي الخشب بتاعك بيبقى بالاسبوع وال10 ايام متلمع. وكمان في ريحة حلوة قوي كل ما بتدخلي الأوضة. بدأت ان انا بمسك بقى كل حاجة على الرفوف ان انا ألمعها وانضفها كويس جدا وتعملي تغييرات بسيطة كده طبعا في ايه في الديكورات. طبعا مسكت كل حاجة. الرف ده والرف التاني لمعنا كل حاجة وظبطنا كل حاجة. طبعا بقول لكم الأوضة كلها يعتبر نظيفة من فوق لتحت. بس كانت شوية أتربة كده. طبعا عقبال ما خلصت طبعا المهرجان بتاع اللبس الصيفي والشتوي. وبطاطين بقى طلعت واللي راح للدراي واللي اتغسل. بصراحة كانت يعني أيام مرهقة جدا جدا. بس يعني نعيش ونعمل بيتنا. هنا جبت بقى أي طبق تحطي فيه برسيل جل وكولوريكس الوان. لو ما عندكيش كولوريكس الوان ممتاز جدا جدا. بيقوم بصراحه بالواجب. بيرغي بينظف بيعقم. حلو قوي. هنا قلت اعمل طيب مسحه كده للكابوتينيه برضو عشان لو في متطرب او من الشيل والحط. طبعا بالفوطه يعني بتعصريها كويس جدا وتبداي تلمعي كل حاجه.
بص بقى اللي هو اهم من الشغل تظبيط الشغل. احنا فكينا الاوضه ودهنا وعملنا اللمسات الاخيره دي والتظبيطات الاخيره دي، صدقيني هي دي يعني اللي بتبين المجهود اللي انت عملتيه. نظفنا كل حاجه ولمعناها وخلينا زي الفل، من السرير ده للسرير ده كل حاجه. بدات بقى ان انا ارفع الملايات واظبط. هي كانت نظيفه والله، بس قلت لا، ما دام قلنا يا تنظيف لا ده كل حاجه بقى هتتنضف. جبت ملايه جديده وبدات ان انا اظبطها كده، ونحط الملايات بقى على نظافه كده وتبقى حلوه. بدات كده احط الملايه بتاعتي، وتشوفي بقى حاجات كده هاديه. يعني تملي لما تيجي تختاروا الملايات اختاروا الحاجات النقشه الرقيقه الفاتحه اللي تديكي روح كده حلوه وانت داخله الاوضه. بدات كده ان انا اظبط كل سرير كده، اظبط الدنيا، والدنيا كانت تمام قوي. بصوا بقى وانا بدور كده في الدواليب، ما كان مهرجان بقى وكل الهدوم بره، لقيت القماش الفرو ده انا كنت جايباه. بصراحه فكره هو يتعمل بيه افكار حلوه جدا. وجبت منه كمان لون تاني هعمل بيه افكار حلوه في الصاله، ديكور شتوي بسيط كده. لقيت ان انا حطيتها كده على طرف السرير، عطت شكل لذيذ كده يعني، حلو قوي ديكور يعني مش وحش. فسبتهم بصراحه وقلت لا، وليه اسيبهم تغيير يعني، حتى لو شكلهم مش واو قوي بس هما تغيير حلو. جيت عند برضو السرير التاني اللي حصل هناك، برضو بنعمله وبنكرره. بننضف طبعا الكابتوني كويس جدا، ونلمع الخشب وكل حاجه. طبعا بين سرير وسرير كنت باخد تحت كده الحنفيه الفوطه بغسلها كويس جدا وارجع برضو اعمل. جيت هنا برضو عند الاباجوره دي وعند المفرش ده. بس سؤال كده انا عايزه اساله لكم، ما شفتوش المفرش الكبير بتاع الطقم ده؟ راح مني، ما اعرفش بقى ده وقع مني من البلكونه ولا ايه، بس انا زعلانه عليه جدا. مش عشان حاجه، بس عشان انا اول ما اشتريت الاوضه دي الحاجات الجديده كلها وقتها جبتها لها، بصراحه زعلت عليها جدا. اللي بتضيع منها يعني المفرش الكبير بتاع التسريحه ده اللي ضايقني جدا جدا بصراحه. جيت على السرير التاني برضو، بدأت ان انا افرش الملاية، وبدأت يعني بشوف يعني هي دي الأوضة بتاعته. بصراحة انا بخيره في كل حاجة، ايه رأيك نحط الملاية دي؟ طب دي اللي بيختاره بصراحة، ده انا اللي كنت بحطه. دي حاجته هو، اوضته هو اللي بيلعب فيها بيقعد فيها، فيعني احتراما لرغباته. بدأت هنا كمان جبت قطعة الفرو ده. على فكرة الفرو ده حلو قوي، سعره مش غالي، ده المتر ب20 جنيه، بس الوانه حلوة قوي وكتير قوي، وممكن تعملوا منها افكار حلوة قوي. فبرضو يعني لو جبتيه تعملي منها افكار لطيفه جدا. انا فكرت منه اعمل كوشن وحاجات، فبرضو اتابعونا الفتره اللي جايه نعمل ديكورات لطيفه جدا. جيت هنا بعد خلاص نظفت بقى وظبطت كل حاجه والسجاد بتاعي نظيف، بدات ان انا اقفل الشباك، اسيب مثلا شويه كده للتهويه. احنا كان الوقت ده يعني كنت بتتكلمي في 11 12 بالليل، قلت مثلا ان انا ببقى سهرانه لغايه ما بنزل مالك لغايه صلاه الفجر كده ونقفل الاوضه. بدات بقى ان انا ارفع كل حاجه عايزه تتظبط. بصوا المشايه دي برضو كنت مطلعاها من تحت السرير عشان هطلعها او احطها في الصاله. بدات ان انا الم كل الغسيل ده ونجري كده على طول على طول على الغساله. طبعا ما نسيتش التسريحه بتاعته، لمعتها له وظبطت كل حاجه زي ما هو حاططها. طبعا المتعلق ده الجدول بتاع المدرسه، فطبعا لازم كده احطه في مكان مميز عشان كل يوم الصبح واحنا بنرتب الشنطه بتاعته لازم يبقى موجود، ونشوف الجدول ايه ونحط الكتب. بدات ان انا المع كده كل حاجه. بصوا بقى دي بقى الحاجات بتاعته، دي الميداليات بتاعته، كل حاجه بتاعته بصراحه بحطها له في البوكس ده، بلمعه كده بظبط الدنيا. وحطيت له بقى الحاجات بتاعته، لازم بقى تنظميه على حسب ما هو يعني، وعوديهم هو ينظم الحاجة بتاعته. دي اوضتك من فضلك حوش الهدوم دي حطها مكانها، حط الحاجة دي في الدولاب علشان يطلع دايما منظم، وكل حاجة هو يعملها كمان بتنظيم. بدأت كل حاجة على التسريحة اتنضفت بصراحة. رفعت كده كل علب المزيل بتاعته. طبعا طبعا من اساسيات نظافه تعلميها لابنك انه لازم يكون يعرف يعني ايه نظافه شخصيه ويهتم بيها. صحينا الصبح غسلنا اسناننا اتوضينا وصلينا لبسنا، لازم يكون شعرك تحط لو عندك عايز كريم او اي حاجه لطيفه، المزيل بتاعك البرفيوم الخفيف بتاعك. ما تنزلش من البيت غير وانت هدومك نظيفه، هدومك ريحتها حلوه، ده لازم يتعود في كل خطواته كده. بدات ان انا ظبطت له كل حاجه، طلعت له كمان البرفيوم بتاعه ده، كمان هو كان شريك كنا في السوبر ماركت بنشتري طلبات اشتراه. ظبطت له كل حاجه قدام عينه، وحطيت له اودي بتاعه صديقه عشان برضو كل حاجه هو بيختارها يبقى او بيلبس الصبح كل حاجه قدام عينه. هنا بدات بقى جبت المعطر بالخوخ، حلو قوي 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 وثابت جدا بصراحه. انا اول مره اجربه ده بالخوخ، انا كنت دايما بشتري عود او ياسمين، بصراحه عجبني قوي قوي الخوخ.
تدي بقى بخه كده لطيفه، وتسيبي الاوضه تاخد بس شويه هواء حلوين وتقفليها. وكده ده كان الفيديو بتاعي والروتين بتاعي، جبنا لكم بقى يعني حمستك لو انت عايزه حاجه او حيطه مش عاجباكي، عايزه تغيري اللون بتاعها، يلا تشجعي واعملي، انت هتقدري، والدهانات مش صعبه ابدا. البلتكانه دي اللي كانت في الريسبشن قبل التجديدات ودخلتها الاوضه، بصوا الاوضه هاديه ورايقه وزي الفل. ده كان روتيني. من فضلكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والشير، بحبكم جدا جدا جدا. دعمكم هيفرق معايا عشان اقدر استمر. اشوفكم في فيديو كتير، هتوحشوني جدا. باي باي.